فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. ألذ الوجبات كانت الميتة وأكل الكلاب. يا ترى لو بني آدم مشي في سكة الشيطان لدرجة إن الشيطان كان بيظهر له ويشوفه كده متجسد قدامه ويجري يوطي يسجد له، بني آدم مارس السحر بكل أنواعه لمدة 18 سنة كاملين، مش بس مارسه، لأ ده كمان احترف فيه وعاش سنين بيعمل كوارث بيسموها طقوس. لو حب يتوب ويرجع عن الطريق اللي مشي فيه، هيسيبوه يرجع عادي كده ولا هيدفعوه التمن غالي؟ بس غالي لحد كام ولا ايه؟ هل هيقدر يتحمل التمن ده ولا هيكلفه حاجات ما يقدرش على تمنها، حاجات ما بتتعوضش بفلوس؟ النهاردة حكايتنا مش خيال. تخيلوا كده بني آدم عمل فعلا أقذر الأشياء اللي ممكن ما تعرفش تتخيلها أساسا ولا تيجي في بالك، ولو كنت شفتها في فيلم كنت قلت ايه الأوفر ده؟ هو ممكن يكون الكلام ده بيحصل أساسا ولا الكاتب خياله واسع حبتين؟ تعالوا نعرف ايه اللي حصل بالظبط مع الساحر التائب، وتعالوا نعرف لما حب يرجع عن الطريق الأسود اللي مشي فيه ده الجن عمل ايه فيه وفي عيلته عشان يخوفوه ويخلوه يرجع تاني لطريقه. يلا نعرف الحكاية. بس قبل ما نبدأ حابة أشكر كل الناس اللي سألت عني في غيبتي وبعتولي يطمنوا عليا، بجد بشكركم جدا لدعمكم وسؤالكم الدائم بالرغم من الغيبة اللي طولت، بس فعلا ما كانش بإيدي ومريت بظروف صعبة حبتين والحمد لله عدت على خير، وسؤالكم عليا فرق معايا جدا نفسيا وفعلا فرحني، فحبيت أشكركم جدا وإن شاء الله مستمرين بيكم ومعاكم. ما طولش بقى أكتر من كده، يلا نبدأ على طول. الراجل اللي بتكلم عنه اسمه داود محمد فرحان، اتولد في اليمن لأب ساحر، والأب الساحر كمان ورث الموضوع عن أبوه، يعني الموضوع متورث أبا عن جد. أبو داود قضى عمره كله لحد آخر نفس بيخدم الشياطين ويضر الناس، ولما كبر في السن وبدأ يتعب الشياطين أدركوا إنه خلاص قرب يموت، وقتها قرروا إنه لازم يكون له بديل وخليفة يكمل مسيرته. ساعتها داود كان عنده حوالي 6 شهور، لا حول لي ولا قوة. الشياطين والجن بقوا يظهروا له ويرعبوه ويجيبوا له نوبات صرع، ولما شكوى الأم اتكررت للأب وبقت تقول له ابنك بيحصل له حاجات مش طبيعية، ابنك بيجيله نوبات هلع وصرع، في حاجة مش مظبوطة، انت بقى لازم تتصرف. الأب ما كانش بيرد عليها ولا بيتكلم، كان عارف طبعا ان الخدام والشياطين اللي تبعه بيظهروا لابنه، فعشان يبطلوا يظهروا له ويرعبوه قرر يوهب ابنه للشيطان كخادم ليه عشان يبطلوا يأذوه. وبالفعل من بعدها الشياطين والجن ما بقوش يخوفوه ولا يظهروا له من أساسه. داود ما كانش يعرف بالظبط أبوه بيشتغل ايه، كل اللي كان يعرفه إن أبوه راجل صالح وعنده كرامات، وإن الناس بتقصده من كل مكان عشان يعالجهم، وعمره ما شاف أبوه وهو شغال، وعاش على الوضع ده لحد ما تم 14 سنة وبعدها أبوه توفى. داود كان زي أي شاب يخرج بالليل ويسهر بره، بس كان دايما بيستهوى إنه يروح أماكن الخلا اللي بعيدة شويتين عن القرية وما فيهاش ناس، بس الغريب إنه كان بيشوف سيدات ماشية هناك في غاية الجمال بيدعوه لممارسة الرذيلة والزنا. طبعا بدأ يحب الأماكن دي والقعدة فيها، وبقى بيروح هناك كل يوم تقريبا ويمارس الزنا والعياذ بالله. وفي يوم من الأيام بعد ما خلص سهرته وكان عايز يرجع البيت ويروح، لقى حمار مربوط في شجرة عند بيت شكله مهجور وقديم. داود افتكر ان الحمار ده بتاع شاب بيجي هو كمان لممارسة الزنا مع السيدات دول، فقرر ياخد الحمار ده عشان يوصله لبيته. البيت بعيد وهو مش قادر يمشي، وهم في الطريق كان مليان منحدرات وجبال، كان صعب على الدبة، فالدبة وقفت وبقت مش عايزة تمشي، فطلع عصاية وضربها مرة، في التانية مش راضية تتحرك أبدا، ولسه هيضرب التالتة لقى الدبة لفت وشها وبتبصله وبتقوله انت مفكرني دبة عشان تضربني؟ وبعدها اختفت. ضربتها بالعصا يعني في رقبتها ضربتين، الثالثة لفتت عليها وقالت أتحسبني دابة حتى تضربني بصوت امرأة. داود طبعا فقد الوعي، وما فاق عرف ان الستات اللي بيشوفهم دول مش انس، دول سيدات من الجن، ومن وقتها بقى مسلوب الإرادة تماما وما بيرجعش البيت وعايش في الخلا، وبيعمل حاجات وتصرفات غريبة زي انه بيتكلم ويتخانق مع كائنات محدش غيره شايفهم. والدته بقت تسمع من الناس تصرفات ابنها وقعدت تدور عليه كتير قوي لحد ما عرفت طريقه، واستنجدت برجالة من العيلة والمعارف وراحوا كتفوه وشالوه
وربطوه بجنزير وقفل عشان ما يعرفش يفك نفسه، وسابوه لوالدته في البيت ومشي. فضل على الوضع ده فترة طويلة جدا لمدة 3 سنين تقريبا. وبقى لما والدته تيجي تحط له أكل أو حاجة يستعطفها تفكه شوية، يعني يخرج ويشم نفسه ويقعد يوعدها إنه هيرجع. وبالفعل كان بيصعب عليها، ما هي أم في الآخر، وكانت بتسيبه بالنهار ينزل مقابل إنه يلتزم ويرجع، وإلا هتجيبه تاني وساعتها مش هيبقى فيه نزول خالص. وفعلا كان بيرجع، بس ما كانتش تعرف إن الشياطين بيفكوه بالليل. وكان بينزل زي المجنون يدور على أي حيوانات ميتة في الشارع ومتحللة ويقعد ياكل من لحمها، لدرجة إنه كان بيتصارع ويتخانق مع الكلاب والقطط في الشوارع عشان ياكل الميتة والجيفة. كنت أخرج في الليل أكل الخبائث والمي، كنت أتصارع مع الكلاب وغيرها حتى إني أفترسها. وفي مرة الشياطين فكوه وخلوه يطلع من البيت، وبدأ يكون مسلوب الإرادة تماما، يمشي بين البلاد تايه، لا هو عارف رايح فين ولا جاي منين، وينام في أي حتة وياكل الحيوانات الميتة، ودائما ما يكون على غير طهارة، لحد ما وصل ليفرس في اليمن مشي. كان بيقول إن الجن بيساعدوه يوصل للمكان اللي عايزه مهما كان بعيد ويبعتوه فيه. وبيقول كان في مبنى هناك محطوط فيه قبر ورا ستارة، وأنا وناس تانية معرفهمش كنا بنصلي ونسجد في اتجاه القبر ده لمدة 15 يوم كاملين، لحد ما ظهر لي راجل يبان عليه التقوى، شعر أبيض وجلباب أبيض. رأيته وهو واقف أمامي، نعم، يعني متلبس بتلبيسه يعني هيبة جدا، يعني أبيض وعليه الشعر الأبيض والثياب البيضاء. وقال لي مبروك، انت اتنقلت لك كرامة أبوك، ارجع بيتك هتلاقي تحت المخدة مذبحة وخاتم. وعرفه كمان أبوه مخبي كتب السحر بتاعته فين، مسموح لك تعمل كل اللي في الكتب بشرط تيجي تاني هنا كل 12 شهر بالظبط، ومش مسموح تخلف وما تجيش. طبعا هو ما كانش عارف ده مين، بس كان مفكر ان ده حد كويس وبيدله على الطريق الصحيح. ما كانش يعرف انه الشيطان، بس متصور له على هيئة شيخ طيب عشان يمشي وراه ويسمع كلامه. كل تفكيره انا عندي كرامات وهقدر اعمل حاجات محدش غيري هيقدر يعملها. وبالفعل رجع بيته بكل فخر وفرحة وشموخ عشان ياخد الحاجات اللي قاله عليها الراجل ويبدأ بقى طريقه. كمان قدر يتحصل على كتب السحر بتوع والده، وهم كتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب الجفر وكتاب المندل. كان عندي كتاب المندل وشمس المعارف والجفر. طيب كتب تعليم السحر هذه؟ ايه، من اكبر الكتب السحريه. لمن كانت هذه الكتب؟ هذه كانت حق الوالد. ولو انت مش عارف الكتب دي تطلع ايه، احب اعرفك انها من اكبر كتب السحر في التاريخ على الاطلاق، وفيهم طلاسم وتعاويذ سودة حرفيا. ولو حابين نعمل حلقة عنهم عرفوني في الكومنتات. بقى داود يمشي بالمذبحة والخاتم والعطر عشان يوهم الناس انه راجل تقي وصالح، ويقولوا الناس يعالج وياخد فلوس طبعا في المقابل. وبقى بيقرا بشغف ويقول كل الطلاسم اللي في الكتب زي المجنون، لحد ما ظهر له نفس الراجل اللي ظهر له اول مرة واللي مسميينه الروحاني الأعلى. وساعتها داود طلب منه خدام من الشياطين ومن الجن، وبالفعل الراجل ده اختفى وبعت له مجموعة من الخدام. بقى بيعمل أسحار وتعاويذ بس بسيطة على حد تعبيره، وفي حاجات الخدام بتوعه ما يقدروش يعملوها. وقعد على الوضع ده فترة من الزمن، وبعدها حب يرتقي إلى حاجة بيسموها المرتبة العليا. دي بقى المرتبة اللي بيبقى معاه جن ومرضى أقوى يقدروا يعملوا حاجات أكتر وأصعب. فبدأ داود يقرأ في الكتب زي المجنون عشان يعرف الشروط، ويسأل الخدام اللي معاه يعمل ايه بالظبط عشان يبقى عنده خدام من القبيلة الأقوى. بدأوا يطلبوا منه طلبات ويحطوا له شروط معينة لازم يعملها ويمشي عليها بحذافيرها عشان يظهر ولاءه وإخلاصه للروحاني الأعلى اللي هو الشيطان، وبكده هيبقى في المرتبة العليا لو قدر ينفذها. وأول الطلبات دي كان الكفر والشرك والعياذ بالله. وتاني شرط كان الخلوة. ازاي بقى؟ يعني يعمل ايه؟ قال الساحر التائب طلبوا مني أروح مكان بعيد عن أنظار الناس عشان في بعض الطقوس لازم أقوم بيها من غير ما أي حد يحس بيا. وأول الطقوس دي كانت الاحتذاء بالقرآن الكريم والعياذ بالله، بمعنى أصح إنه بياخد المصحف الشريف ويشقه نصين من عند سورة الكهف ويوضع كل نصف في الحذاء ويمشي عليه. إيش يعني الاحتذاء بالقرآن الكريم؟ يعني مصحف يشق نصفين من سورة الكهف، يشق هذا مصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، أعوذ بالله، ثم يعني يمشي عليه. مش بس كده، لا ده بيجيب مصحف تاني ويقطعه أوراق ويفرشه على الأرض وينام عليه ويمارس عليه الرذيلة ويضع عليه بعض من النجاسات والقذورات. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش فيه في المكان الذي فيه الخلوة، يفرش
لأجل تمارس عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. ويقعد لمدة 40 يوم كاملين ما يقربش من المية ولا يتطهر نهائي، يفضل نجس وقذر طول الوقت. بيوصف داوود وبيقول لما خرجت من الخلوة وأتميت 40 يوم ريحتي ما كانتش تيجي حاجة جنب ريحة كلب متعفن. متخيلين الوضع؟ ومن الشروط كمان إنه ما يكونش عنده مصحف في بيته نهائي، وإن سمع الأذان يلعن المؤذن. والمرحلة اللي بعد كده إنه لازم يروح بئر برهوت، واللي هنعمل عنه حلقة قريب وعن اللي بيحصل فيه. وبالفعل داوود راح في النهار ولقى نفسه هناك مش لوحده، كان في سحرة كتير رايحين زيه. مكتوب في الكتاب اللي معاه إن كل اللي هتشوفوه جوه البئر خداع وكذب، ما تخافوش، وإن صدقت عقلك هيطير وهتتجنن. بيقول أول ما نزلت لقينا وحوش شكلهم غريب وأصواتهم عالية جدا والدم بيقطر من أنيابهم. تاني مكان بنتنقل ليه كان عامل زي البراكين بتثور وتيجي علينا، واصرخ، ولما اصرخ إنها جت عليا أفتح عيني ألقى البراكين كانت عاملة زي الضباب مش حقيقة. وآخر مكان جوه كان غار ضيق جدا. الغار ده المفروض فيه ملك من الجن اسمه النمرود، وده المفروض إنه ملك عنده خدام ومرضى أقوياء جدا. بس كانت الأصوات بتعلى جدا كل ما قرب، أصوات بني آدمين بتصرخ مختلطة بأصوات نهيق حمير وأصوات وحوش. بقيت برتجف من شدة الصوت. معرفش وقتها إيه اللي جاب في بالي آية الكرسي اللي أمي كانت دايما تقعد وتقراهولي. أغمى عليا وقتها، واما فقت لقيتني مرمي بره البئر لوحدي. بيقول بعد اللي حصل لي ده قعدت فتره مش بعمل حاجه لحد ما جه ميعاد زياره يفرس اللي لازم اروح. واما رحت قابلت الروحاني ده هناك، قال لي عملت كل المراحل اللي اتطلبت منك؟ قلت له بس جيت في بئر برهوت وما كملتوش، ما قدرتش. قال لي مش مهم، هات راس غنم شعره اسود، وطلب مني بعض الخطوات اعملها وبعض الطلاسم اقولها، وقال لي هتقدمه كقربان يعني للنمرود. وبالفعل عملت كده وظهر لي النمرود وسجدت له، وقام رافع رجله وحطها على راسي، وبكده قدرت اكمل المرحله. وبيقول داوود ان الساحر لما بيوصل لمرحله دايما بيبقى عايز يترقى ويوصل لمرحله اعلى واكبر ويبقى عنده خدام اقوى وعمره ما بيكتفي. ومن الشروط كمان انه لا يقعد في مجلس ذكر ولا مع ناس صالحين، وبالطبع لا يقرأ القرآن إلا في حالات معينة لما يجيله حد عشان يعالجه مثلا، فطبعا هيبقى عايز يبين للناس انه راجل تقي ومبروك، فيذكر بعض آيات من القرآن الكريم بصوت عالي وبعدين يوطي صوته بحيث محدش يسمعه، ويبدأ بقى يقول الطلاسم والجمل الخاصة بعبادة الشياطين والتقرب ليه، ويقول للناس أنا هروح أصلي ركعتين عشان ربنا يقويني وأقدر أعالجه، ويروح يدخل الحمام المفروض إنه عشان يتوضأ ويتطهر. بيقول كنت بدخل أمارس الرذيلة عشان أتنجس أكتر وأطلع عشان أصلي قدامهم ونيتي خالصة إني بسجد للشيطان. وكان بالفعل الشيطان بيظهر له متجسد في صورة قرد أو خنزير أو أي حيوان، ويستناه يسجد ويقوم الشيطان حاطط رجله على راسه وهو راكع له. وطبعا عشان يجيله ناس أكتر وأكتر ويعمل فلوس أكتر كان لازم يبين إنه راجل طاهر وصالح أكتر. فلو مثلا الأذان أذن وهو ماشي في الشارع فكان يدخل معاهم الجامع، وممكن يكون على جنابة أو نجاسة وما يتوضأش ويصلي على وضعه كده، وطبعا النية خالصة إنه بيسجد للشيطان وليس لله سبحانه وتعالى. وذكر داوود بنفسه إنه كان بيجيله ناس كتير عشان يعالجهم، قال كانوا مفكريني بعالجهم وأنا كنت بضرهم أصلا، وعشان الناس تصدق أكتر إني راجل متمكن وعندي كرامات كان الشياطين والخدام بتوعي بياخدوا كل المعلومات اللي هحتاجها من قرين المريض اللي جاي. وطبعا لما كنت بقول قدام المرضى المعلومات اللي مفيش حد يعرفها غيرهم كانوا بينبهروا ويصدقوا إن أنا راجل مبروك وصالح وعندي كرامات، وطبعا يصدقوني في أي حاجة أقولها ويجروا ينفذوا كلامي. وكنت أخليهم يشركوا بالله وهم مش حاسين، واطلب منهم يجيبوا حيوانات ويذبحوه، ديك بقى ولا خروف ايا كان اللي بطلب عشان ينفذوا كلامي، وكانوا بيقدموه قربان للشيطان وهم مش فاهمين حاجه. بس اول طريق الكفر انك تيجي اساسا لحد زي. وبيقول ان اي ساحر بيطلب الحاجات دي من الضحايا بتقدم كقربان للشيطان. الفكره مش في صفه الحاجه نفسها اللي بنقدمها، الفكره الحاجه دي بتتقدم لمين، لربنا ولا للشيطان؟ طبعا مش محتاجه سؤال، ودايما بنطلب ان يكون لون الحيوان اسود لان اكتر لون بيحبه الشيطان هو اللون الاسود. التائب الى ربه داوود بيقول ما كانش بيجيلي حد غير ضعفاء الايمان، وانا طبعا كنت بستغل ده كويس جدا. ولكن يا اخي انا اقول لك انه لا يقع في هذا الا ضعفاء الايمان، لا يصدقون لهذا الشيء الا ضعفاء الايمان.
وبيقول كمان عشان أبين قد إيه أنا راجل مبروك وعندي كرامات كنت بستحضر الشياطين واطلب منهم المساعدة واجيب خنجر واضربه في جنبي، كان الخنجر بيدخل ويطلع ولا كأني حطيت حاجة. وفي مرة من المرات جيت أعمل كده، الخنجر دخل بجد والناس ودوني المستشفى وأسعفوني. وبعد لما خفيت عرفت إن في حد من اللي واقفين قرأ آية الكرسي، فكل الشياطين اللي كانوا بيساعدوني عشان أعمل الحركة دي هربوا واختفوا، فعشان كده الخنجر دخل. فمجرد ما فتح الباب قال قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. مجرد ما فتح الباب انفلتت مني الشياطين، تركت الشياطين لحالها. صحيح، فإن كيد الشيطان كان ضعيف. بيقول فضلت 3 سنين كاملين بحاول أسحر الراجل اللي قرأ آية الكرسي. الجن كان يروح ويرجع يقول مش عارف مش قادر عليه، لحد ما في مرة وبعد 3 سنين كاملين الراجل ده كان متعصب جدا، وفي لحظة عصبية شديدة قدر يدخله الجن واستغل ضعف. بس داود ما كملش وقال عمل ايه تاني في الراجل ده، وبيحكي انه كان بيعمل حجاب وسحر بكل انواعه، وان الحروف والارقام اللي بنشوفها مكتوبة على قماش وورق ده بتبقى اسماء للشياطين. وبيقول ان اغلب اللي كان بيجيله سيدات صغيرات في السن، وان في بعض السحرة كمان بيستغلوهم ويخلوهم يمارسوا معاهم الزنا عشان يعملوا لهم الحاجات اللي طالبينها. الشيخ اكثر روادك اللي كانوا ياتون اليك من هم؟ من النساء. ايش معنى؟ يعني النساء اكثر تعلقا بالسحر والمشعوذين. المهم ان داود فضل سنين على الوضع ده واذى ناس كتير قوي، وجنى من المال ما جنى. وفي يوم كان عند حد طلبه من مكان بعيد عن بيته، سفر يعني، عشان يعالج واحدة مريضة عندهم، وقعد عمل السحر بتاعه وقال الطلاسم واستدعى خدامه. واما خلص شغله حس انه تعبان جدا ومرهق، والأول مرة من سنين ينام في الليل. على طول كان متعود يسهر طول الليل وينام طول النهار، وممنوع ينام في الليل. الليل كان بس خاص بعمايل السحر وكتابة الطلاسم الخاصة بعبادة الشيطان والتقرب ليه، وما كانش ينام غير لما النهار يطلع. المهم انه يومها حس انه مرهق جدا وتعبان، وطلب من صاحب البيت انه يوديه للمكان اللي هينام فيه، وبالفعل راح نام. ولما نام حلم انه في قريته رايمة في اليمن، وانه في بيته، وانه جاءه الموت وغسلوه وصلوا عليه وحطوه في قبره. وبيقول كنت حاسس بكل حاجة كأنه مش حلم، وبقيت عايزة اصرخ واقول لهم انا عايش، انا ما متش. وكنت سامع الناس بتقول الحمد لله انه مات، الحمد لله، ادفنوه بسرعة، حتى لو عايش برضه ادفنوه، خلونا نخلص منه. المهم بالفعل دفنوني، والناس كلها مشيت، وفضلت في قبري في وسط الظلام. ومع اخر حد انصرف بيقول سمعت اصوات عالية قوي زي الرعد، من شدتها بقيت حاسس ان قلبي هيطلع من مكاني، كنت خايف جدا. وبعدها جالي ناس شكلهم غيرنا بس تحسهم باين عليهم العظمة والوقار، وطلبوا مني اني اصلي. فسألتهم اصلي فين، فلقيتهم بيشاوروا لي على مكان عامل زي البركان الهائج، لو حطيت فيه حديدة هتسيح من شدته. وجابوا لي قدر فيه ماء مغلي وبيأمروني ان اتوضأ منه، وبيوصف منظر المية وبيقول لو حطيت فيها شمعة والله لا تسيح، وان كل اللي متملكني الرعب والذعر فقط. حاولت اهرب ولسه ههرب لقيت ايد نحاس طلعت من الارض مسكتني من صدري، ومن شدة المسكة حسيت ان اضلاعي بتتكسر جوه جسمي، ورفعتني الايد دي لفوق ورمتني داخل القبر. قمت صرخت صرخة من النوم، البيت كله صحي من شدتها، وجي صاحب البيت بالبخور وقعد يبخر ويهدوني. وبعدين طلعوا وسابوني ونمت لتاني مرة. واما نمت حسيت اني بقيت بكمل الحلم الاولاني، ولقيتني بمشي في مكان مرتفع شوية، وفي وسط المكان في حفرة كبيرة وعميقة، هو المكان اللي كنت فيه في الحلم الاولاني. ولقيت ابويا موجود جوه بيتوضأ من الماء المغلي اللي كانوا جايبينهولي. وبعدها راح صلى في المكان اللي عامل زي الحميم، واما خلص بصلي وقال لي يا داود اهرب من عندك. قلت له اهرب اروح فين؟ رد عليا وقال لي اترك الباطل وامسك بالحق. قال لي عندك وقت للصلاة والدعاء، عندك وقت للعبادة، الحق نفسك. وبعدها صحيت وعرفت انها رسالة من الله سبحانه وتعالى عشان اتوب عن اللي بعمله وارجع لربنا وابعد عن طريق الشيطان. جيت اقوم من السرير لقيتني مش قادر، كأن حاجة مسكاني وكأني مسلوب الإرادة والقوة تماما. قعدت استعيذ من الشيطان واستعنت بالله، وقمت للحمام بصعوبة جدا،
وبالفعل تطهرت لأول مرة في حياتي بنية الطهارة لله سبحانه وتعالى، وفرشت السجادة ووقفت أصلي، والأول مرة بنية خالصة لله والوجه الكريم نويت التوبة الخالص بدون عودة لطريق الشيطان. وفضلت كده أيام، بقوا يظهروا لي في كل مكان ويطلبوا مني إني أرجع له وأرجع لسكتي. كنت برفض، ما كانوش بييأسوا، كانوا بيرجعوا يظهروا لي تاني، مرة بوعود عشان أطمع فيها، ومرة يهددوني إنهم هياخدوا أهلي وأولادي ومالي، لكن لو رجعت لطريقهم مش هيعملوا لي حاجة. كنت بجاهد نفسي وأقول لأ، وهفضل في طريق ربنا سبحانه وتعالى ومش هطمع ولا هخاف. كان عندي ثبات فظيع، وبالفعل ربنا قواني وقلت لهم لأ، مش راجع مهما حصل. كان عندي وقتها ولدين، ولد 9 سنوات والتاني 6 سنوات، كانوا زي الورد. أخدوهم مني ونفذوا تهديدهم وموتوهم. انهم يعني عرضوا علي العوده الى العمل، السحر الى السحر والشعوذه. فرفضت انا اعود، فقلت في خيارين: يا اما افقد اهلي واولادي ومالي، والا اعود الى الشعوذه والسحر. اخذوا الاولاد. كيف اخذ الاولاد؟ يعني نفس التهديد الذي هددني به نفذ. بيقول كنت قاعد في البيت أنا وزوجتي والولاد حوالينا، ومرة واحدة لقيت الولد الكبير بيتنفخ زي ما بننفخ الذبيحة هوا. من كتر ما اتنفخ جلده بقى بيتشقق وعيونه خرجت لبر، بقيت مش قادر انطق، وقعت فقدت الوعي من هول المنظر ومن الصدمة. مفيش ثواني أخوه حصل له نفس الكلام، فضل يتنفخ والجلد تشقق ومات في لحظتها الولدين الاتنين. جات لي حالة نفسية وفضلت لمدة 3 أشهر بيغمى عليا وافقد الوعي باستمرار. بيقول زوجتي كانت حامل وقتها، وجينا على نهاية السنة وكنا على مشارف موعد الولادة. تعبت جدا، جريت بيها على المستشفى. الدكتور رد عليا وقال لي مفيش جنين، الجنين اختفى. بقيت هتجنن ورحت بيها لقارئ قرآن قعد يتلو عليها بعض الآيات القرآنية، فتكلم شيطان وقال أنا أكلت الجنين ولن أتركها حتى آكل كبدها وكبد داود حتى يرجع عن توبته. لقيت زوجتي بتقولي ما تخافش، اوعى تخاف، مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، ربنا هيعوضك بخير مني. وتوفت زوجتي رحمة الله تعالى. دي كانت حكايتنا النهاردة. أحب أفكركم إني مجرد بنقل الأحداث كما رويت من قبل السحر التائب فقط لا غير، وممكن الحلقة دي يتفرج عليها حد من السحرة في يوم من الأيام. عايزة أقول لكم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وما أنتم ضارين بأحد إلا بإذن الله. يعني محدش يصدق أعمايلهم، حتى اللي بتشوفه بعينك برضو كده. ربنا قال إن الجن بيقدروا يسحروا الأعين، يخليك تشوف حاجات كأنها حقيقية وما هي بحقيقة، بيستدرج ضعفاء الإيمان ويوقعهم في طريقه. فيا جماعة قربوا من ربنا. الساحر نفسه بيقول لما كان بيعمل خدعة الخنجر، واحد من الواقفين ذكر آية الكرسي بس كل الشياطين اللي معاه هربوا. تخيلوا مدى ضعفهم. وبيقول إنه حاول يسحر الراجل لمدة 3 سنين ما كانش عارف ولا قادر، ويبعت له مهما يبعت من الشياطين مش قادر. فدايما تحصنوا بذكر الله، واوعوا تصدقوا أي دجال يقولك عندي كرامات وأقدر أعمل، والله إنهم أضعف من النملة. دي كانت حلقتنا النهاردة، ولو عجبتك ما تنساش اللايك وشير الفيديو لأصحابك، واكتب لي رأيك في الكومنتات في موضوع الدجالين والناس اللي بتجيلهم من أواخر البلاد أملا إنهم يعالجوهم أو يعملوا لهم حاجة معينة. استنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.